خلونا متفقين ان لكل انسان حقوق، لا اما حقوق داخليه بيستمدها من نفسه، بيعرف قيمه نفسه، يعرف ايه اللي بيستحقه ويقدر ذاته، وحقوق خارجيه بيستمدها من المحيطين بيه، هما اللي بيمدوا له القوه واعتزازه بنفسه او ثقته بنفسه. خلونا النهارده نتكلم عن حقوق الست الداخليه، تقديرك لنفسك واحترامك لنفسك واحترامك لذاتك بيبقى ازاي. في خطوات او بعض العناصر اللي بيها انت تقدري تقرري انت بتغلطي في حق نفسك ولا لا. اول حاجه، بتحاولي تستمدي سعادتك من المحيطين بيكي. تاني حاجه، نسيانك لطموحك وتفانيكي في مساندة الناس اللي حواليكي. تالت حاجه، التعلق. رابع حاجه، مش قادره تحبي نفسك. خامس حاجه، ما تدخليش في حياتك ناس انت مش قابله وجودهم. سادس حاجه، بلاش تقسي على نفسك في غلطاتك. سابع حاجه، بلاش تقللي من قيمه نفسك قدام الناس. تامن حاجه، الافراط في العطاء بدون مقابل. تاسع حاجه، ثقي في نفسك وفي قدراتك وانك ست ب100 راجل. هنتكلم سوا عن كل نقطه من دول وتعرفي ازاي بيهم انك بتقسي على نفسك، بتغلطي في حق نفسك ولا لا. اول حاجه، بتحاولي تستمدي سعادتك وطموحك من اللي حواليكي. دايما منتظره السعاده من شخص تاني، مش بتقدري تحسي ان انت سعيده الا لو السعاده دي اداها لك شخص بره، جوزك، اخوكي، صاحبتك. ما تقدريش تقفي على رجليكي وتعملي طموح ليكي او مشروع ليكي او تحققي ذاتك الا انت منتظره حد يساندك. ما بتبقيش حاسه بالامان الا في وجود حد معين جنبك. عايزه اشتغل وعايزه انجح بس مستنيه حد يدعمني. هنقول ايه؟ حتى لو عايزه تخرجي مستنيه حد يخرجك. عايزه اقولك ان استمرارك في الانتظار هيخليكي دايما منتظره. مش هتعملي حاجه، لا هتنجحي ولا هتشتغلي ولا هتحسي بالامان ولا هتخرجي، لانك انت دايما منتظره اللي بره هو اللي يدعمك، هو اللي يديكي، هو اللي يساندك، وده مش حقيقي. لو ما ساندتيش نفسك بنفسك وقفتي على رجلك بنفسك، اللي يجي بقى وقت ما يجي حب يجي يساند ويدعم ويحسسك بالامان ويخرجك، يجي وقت ما انت تكوني قادره وواقفه على رجليك انك تنجحي وتعملي مشروعك وتحسي بالامان وتخرجي لوحدك. حبيبتي، سعادتك من جواكي، ما تنتظريش ان حد يجي ويساندك ويدعمك، لا، خليكي انت بدل ما تكوني ست خليكي ب1000 راجل واعملي لنفسك اللي تحبي تعمليه لنفسك. ما تنتظريش ان حد يعملك، ان حد يدعمك، ان حد يقف جنبك. اقفي انت جنب نفسك. تاني حاجة، نسيانك لطموحك وتفانيكي كتير جدا في مساندة اللي حواليكي. لما تكرسي حياتك كلها عشان شخص واحد، هو في الغالب بيبقى جوزك او اخوكي او اختك او صاحبتك اللي هي مقربة ليكي جدا، بتبقي مهتمية بكل تفاصيله، بتتفاني في علاقتك معاه، عايزاه ينجح وعايزاه يكبر وعايزاه يتفوق ويحقق طموحه ويحقق ذاته. ده انت ممكن تعرفي مثلا تقولي له انت عندك ميتنج النهارده، هتلبس ايه وانت رايح؟ اول ما تخرج لازم تطمني، على فكره انا عامله لك النهارده محشي وبسبوسه من اللي انت بتحبهم، انت هترجع من الشغل المفروض ان انت ترتاح عشان عندك مش عارف ايه. مهتميه بكل تفصيله من تفاصيله في الشغل وفي البيت وفي اللي بيحبه مع الولاد، كل حاجه. عايزاه ينجح، عايزاه يكبر، عايزاه يحقق ذاته، بتفني نفسك من خلاله، عايزاه هو بس اللي يبقى ناجح، وبتنسي نفسك وبتقولي كلمه اصل طموحه هو طموحي ونجاحه هو نجاحي. لا، نجاح جوزك او اللي انت بتسانديه
مش نجاحك. هو دكتور كان طموحه يعمل مركز طبي وعمله، لا انت كان نفسك ان انت تفتحي مشغل. هو مهندس وكان نفسه يعمل شركة مقاولات وعملها، لا بس انت كان نفسك تطلعي رسامة. هو تاجر وكبر وبقى كبير ومشهور وعنده مخازن كتير، بس انت كان نفسك تفتحي حضانة. يبقى ازاي طموحه هو طموحك؟ لا اختلف. انت نسيتي طموحك عشان تسانديه، عشان تقفي جنبه. وخلي بالك ان في اغلب الاحيان بعد هو ما بيوصل لطموحه وبيبقى كويس وتمام ومعاه فلوس، بيدور على واحدة غيرك. ده في اغلب الاحيان يعني. حبيبتي، انك تقفي جنب اللي بتحبيهم وتسانديهم ده واجب عليكي، ما قلناش حاجة. واجب عليكي انك تقفي جنبيهم وتقفي جنب نفسك. انا هساعدك انك تبقى كذا وتحقق طموحك، بس لازم يبقى عندي وقت ان انا احقق طموحي انا، ان انا عندي وقت افكر في طموحي انا وانفذه، مش افكر وبس. زي ما انت بتنفذ طموحك وانا بساندك فيه، لازم انا كمان احقق طموحي. عايز تساندني فيه براحتك، مش عايز تساندني اوكي، بس انا هقف جنب نفسي وهعمل اللي انا عايزاه وهحقق نفسي. تالت حاجة التعلق. انت ممكن تغلطي في حق نفسك لما تتعلقي مع حد زيادة عن اللزوم، حاسة ان هو لو سابك او بعد عنك انك انت هتبقي ولا حاجة. ممكن تكوني بتتعلقي بعيالك لدرجة الجنون، انك انت مش شايفة جوزك ومش شايفة شغلك ومش شايفة حياتك ومش شايفة طموحك، مش شايفة حاجة في الدنيا غير عيالك، اكلهم شربهم مذاكرتهم مدارسهم دروسهم النادي. كل دوت انت بتبقي معتقدة ان انت هم دول الحياة، محور الحياة، وانا مش هفكر في حد تاني. ممكن يكون التعلق بجوزك نفس القصة، مهتمية بلبسه وبشغله وبمشاكله وبصحابه وبدنيته وبأكله، بس تبصي على نفسك انت ايه؟ لا مش مهم. طب انا وصلت لايه؟ برضو مش مهم. المهم ان انا عايزاه هو بس، متعلقة بيه، عايزاه يبقى احسن حد. بتبقي عاملة زي الطفل اللي ماسك في ايد مامته طول الوقت وخايف يبعد عنها، لان الطفل بيبقى حاسس ان هو لو بعد عن مامته هيموت هيضيع. انت بتعملي كده. ممكن التعلق يضيع حياتك. حبيبتي، لو احساسك ان التعلق بيديكي قوة، بيديكي ثقة في النفس، لو احساسك ان التعلق ده معنى لوجودك، لو التعلق نساكي نفسك وطموحك وحياتك، تبقى انت بتغلطي في حق نفسك. رابع حاجة، مش قادرة تحبي نفسك، مش قادرة تبقي أنانية. دايما بتغلطي في حق نفسك لما بتيجي على نفسك كتير 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 عشان ترضي اللي قدامك. لما بتضغطي على نفسك وعلى أعصابك وعلى صحتك علشان خاطر ترضي جوزك، ترضي مامتك، ترضي أختك، ترضي صاحبتك. مثال كده، مثلا جوزك عايز يتفرج على الماتش وانت منتظرة مسلسل مهم، فخلاص بقى اتفرج على الماتش مش مهم. لا حبيبتي، قولي له نجيب شاشة تانية نحطها في أوضة الأطفال عشان لما انت تحب تتفرج على حاجة انا مش بحبها ادخل اتفرج جوه. احترمي نفسك مع نفسك. جوزك عايز ياكل بكرة محشي وانت خارجة او عندك عزومة بالليل او في مناسبة بالليل، فرح او مناسبة سعيدة مع الأسرة، بس هو عايز ياكل بكرة محشي. طب انت ازاي هتتعبي بقى الصبح في المطبخ وبالليل هتتعبي في العزومة او المناسبة او ان انت المفروض ان انت تخرجي؟ لا، تضغطي على نفسك وعلى اعصابك وتعملي له المحشي وتجهدي على نفسك الجسماني، تجهدي نفسك جسمانيا علشان تعملي له محشي، وتجهدي نفسك عصبيا وجسمانيا برضو عشان تجهزي للمناسبة والعزومة بتاعت بالليل. كان ممكن قوي تقولي له برضو يا حبيبي هو ممكن ما يبقاش بكرة، ممكن يبقى بعد بكرة علشان انا عندي عزومة عندي مناسبة. احترمي نفسك واحترمي صحتك واحترمي رغباتك. خامس حاجة، ما تدخليش في حياتك ناس انت مش قابلة وجودهم. بتغلطي في حق نفسك لما تضغطي على نفسك وعلى اعصابك لقبول ناس انت مش قابلة وجودهم، او بيجوا على العيلة جديد، زي مثلا عيلة خطيبة اخوكي، عيلة خطيبة اخته.
العائلات اللي بتنضم للعيله الجديده او اصحاب الجداد او زمايله الجداد، الناس اللي هي بتدخل على علاقتكم او على عيشتك غصب عنك لازم تدخل، مش برضاكي، بتقبليهم غصب عنك، تبقى بتغلطي في حق نفسك. انت ممكن تبقي ذوق، تقابلي كويس، تحطي الواجب اللي هيشربوه وتقعدي معاهم شويه، ولو حسيتي ان الحوار خنقك ضايقك امشي. ما تضغطيش على نفسك، ما تضغطيش على اعصابك عشان ترضي حد، علشان ما تبقيش تغلطي في حق نفسك. سادس حاجه، بلاش تقسي على نفسك في غلطاتك. بتغلطي في حق نفسك لما تزودي قوي احساس جلد الذات. انت غلطتي في حاجه، غلطتي في حد واعتذرتي، هو ما قبلش اعتذارك او قبله او كلمك بعدها مش حلو قوي، تفضلي تعتذري مره واثنين وثلاثه وتقعدي مع نفسك وتقولي انا غلطت في حقه وهو زعل مني، طب انا هصالحه تاني، طب انا ليه اعمل كده، طب انا ليه اضايقه. احساس جلد الذات عندك عالي جدا جدا جدا. حبيبتي انت خلاص صالحتيه، قبل اعتذارك قبل، ما قبلتش اعتذارك ارمي ورا ظهرك، لان هو لو بيحترمك وعايز يحافظ عليكي اكيد 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 هيقبل اعتذارك وهتبقى الحياه ماشيه عاديه جدا. انما لو هو حابب ان هو يذلك الذل ده، اكيد مش من اهتمامك اصلا ان انت تحاولي تاني تصالحيه. خلاص زي ما احنا بنقول اعتذرنا وبعد كده يشرب من البحر. حبيبتي احترمي نفسك وقدريها وبلاش تذليها قدام حد ولا قدام نفسك. سابع حاجه، بتقللي من قيمه نفسك قدام الناس. ما تغلطيش في حق نفسك انك تقللي من قيمتك قدام حد، حتى لو كانوا قرايبك المقربين، حتى لو كانوا اصحابك اللي معاكي من ثانوي. ما ينفعش تبقوا قاعدين في قعده مع اصحاب جوزك وكلهم مهندسين زي جوزك، وانت مثلا محاسبه او بكالوريوس تجاره، وبيتكلموا في اي حاجه بتخص الهندسه ويجي يقول لك ايه رايك مثلا، او حد بيعرض عليك كلام وانت تقولوا لا انا ما بفهمش في الكلام ده، انتوا كلكم مهندسين في بعض انما انا محاسبه. لا، بتقلي من نفسك. ممكن تطلعي من الحوار بصنعه لطافه، او ممكن اصلا تخليكي ذكيه وتخلي ودنك معاهم ان انت تعرفي هما بيقولوا ايه وتكلميهم في نفس موضوعهم. بلاش في قعده حد يتنمر عليكي حتى لو بالهزار، حتى لو جوزك اللي عمل كده. لو جوزك اتريق عليكي ولا تنمر عليكي في قعده مع الناس، يبقى في موقف ثابت وواضح وصريح قدام الناس. انا ما بحبش حد يكلمني كده، انا مش قليله علشان حضرتك تقولي كده. لازم يبقى ليكي موقف واضح وصريح يخلي اللي قدامك يحترمك غصب عنه. حبيبتي لازم تعرفي ان انت قيمتك كبيره، قيمتك اكبر ممكن من اللي انت مقدراها لنفسك. ولو انت حاسه من جواكي ان انت قليله، افرضي شخصيتك وكرامتك وعزك بنفسك قدام الناس، صدقيني هيحترموكي على قد احترامك لنفسك. تامن حاجه، الافراط في العطاء دون مقابل. بتغلطي في حق نفسك لما تبقى مشاعرك كتير ومفرطه، زي ما بنقول كده متنطوره في كل حته. عايزه ترضي مامتك وتوديها للدكتور او توديها الكوافير علشان هي عايزه كذا، وعايزه اختك رايحه للدكتور وفي نفس الوقت عايزه تروحي تعملي المكرونه بشاميل اللي جوزك عايزها، وفي نفس الوقت عايزه تروحي تجيبي الولاد من التمرين وعايزين يتغدوا بره وعماله مشاعرك جواكي عايزه تزيد، عايزاها تكفي الكل، مفرطه بشكل مبالغ فيه، بشكل ان انت ممكن تقسي على نفسك فيها. ليه؟ خلاص انا النهارده هعمل اكل البيت وهقعد في البيت، لا النهارده انا رايحه التمرين وهنتغدى بره، لا انا النهارده معلش انا عند ماما. مش كله مع كله. وبلاش المبالغه الزياده عن اللزوم برضو في العطاء. في حاجه مهمه جدا، ان دايما المفرطين في عطائهم للاسف ما بينتظروش مقابل. احب اقولك انت هنا بتغلطي في حق نفسك. انت ست نقيه وحبوبه وعايزه تخدمي الناس كلها، لازم يبقى في مقابل. لو المقابل مش مادي، مش هديه، مش فسحه،
لازم يبقى على الاقل مقابل معنوي. كتر خيرك، انت عملتي زي اللي عليكي وزياده، احنا من غيرك ما نقدرش، ما كناش نقدر نعمل كده. لازم يبقى في عامل زي مثلا انت عندك واحده جاره في مناسبه ليها، رحتي جاملتيها وجبت لها هديه وقعدتي معاها وجاملتيها احسن مجامله، وبعد كده لما جالك انت مناسبه ممكن تكون تطنش او تجيب لك هديه قليله، مش عن اللي انت جايباها، قليله عن امكانياتها. هي عندها امكانيات ان هي تجيب هديه كبيره، بس هي شايفاكي قليله فجايبه لك دي. لا، يبقى تقطعي معاها، مفيش هدايا، مفيش عطاء، مفيش مجاملات، مادام انت ما قدرتنيش زي ما انا قدرتك. اخت جوزي عيد، لبست ورحت من اول النهار، عملت لها الشقه وطبخت لها وقعدت معاها وجدت لها الدواء، وجيت انت لما عيتي جت هي اخر النهار قعدت نص ساعه قالت لك عامله ايه انت كويسه وخدت بعضها ومشيت، يبقى ما تروح لهاش تاني حتى لو جوزك امرك. لا، زي هي ما احترمتنيش انا مش هحترمها. حتى العطاء في المشاعر، انت دايما بتقولي لجوزك انا بحبك وتتغزلي فيه وتحسسيه بحبك وحنانك طول الوقت، وهو ما بيديكيش نفس اللي انت بتديهوله. لا، يبقى وقفي، ولما هو يحس بالتغيير ويجي يقولك انت اتغيرتي قولي له ما انا ما لقيتش مقابل. حبيبتي، المقابل مش تفاصيل، المقابل مش قله تربيه، المقابل هو احترامك لنفسك، انك زي ما بتدي تاخدي، لان اللي قدامك لازم يحترم ده. تاسع حاجه، ثقي في نفسك انك تستحقي الافضل. بتغلطي في حق نفسك لما تقللي من قيمه نفسك قدام نفسك. انت انثى، احسن حاجه خلقها ربنا، انت محور الكون، انت محور الكون. هنقول ايه بقى على العيله؟ اكيد محور العيله، محور البيت، محور الاسره. خليكي واثقه من ده وتعاملي على اساس ده، انك مهمه وتستحقي الافضل، وثقتي في نفسي لازم توصل للي حواليا. انت هتحترمني بقدر احترامي لنفسي، يبقى انت هتحترمني غصب عنك. هتثق فيا على قد ثقتي في نفسي، يبقى هتثق فيا غصب عنك. اللي انا بعمله في حياتي، اذا كنت بعمل مشروعي، بحقق طموحي، بخلي بالي من عيالي، بخلي بالي من جوزي، بخلي بالي من امي واخواتي واصحابي، وبعمل معاهم اللي انا متربيه عليه، لان انا من بيت اصل احب يترد لي، ولو ما تردليش صح وزي ما انا عايزه مش هعمله. احنا خلصنا العناصر، اتمنى ان كل ست تسمع الحلقه وتراجعها في نفسها شويه، تفكر في كل خطوه من الخطوات دي شويه، تعرف هي ايه من كل ده. هي بتغلط في حق نفسها فعلا؟ طب هي تستحق ان هي تغلط في حق نفسها؟ طب هي تستحق ايه؟ انا كأم بشتغل وبخلي بالي من البيت وبخلي بالي من الولاد وبخلي بالي من جوزي، هل انا استحق ان اغلط في حق نفسي، ولا اني استحق اني اقدر نفسي واحترمها؟ اعتقد ان كل ست خلقها ربنا عندها امتيازات وعندها عيوب، بس الست الذكية مميزاتها تنميها وعيوبها تحاول تصلحها لو كانت بتأذي اللي حواليها. ممكن يبقى انت عندك عيب بس اللي حواليكي متعاملين معاه وقابلينه تمام، انما لو عندك عيب اللي حواليكي وبالاخص جوزك رفضه، عايزك تغيريه، غيريه على قد ما تقدري. زي ما قلتلك، احترمي نفسك وثقي في نفسك، لان احترامك لنفسك هيخلي الناس تحترمك، وثقتك في نفسك هتخلي الناس تثق فيكي، وان شاء الله ربنا يهدي سرك. ومع فريدة ربنا يهدي سرك.